بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة لتلاميذ البكالوريا جميع الشعب وتلاميذ سنة ثانية آداب وفلسفة نظاميين أحرار ومراسلة. أعزائي الطلبة، اليوم سنقدم لكم شرح مبسط ومفصل لمنهجية المقال الفلسفي بالطريقة الجدلية. عزيزي التلميذ، الطريقة الجدلية دائما توحي بوجود تيارين أو تحتمل وجود تيارين رأيين موقفين أطروحتين متعارضتين أو يوحي بذلك. يعني قد يكون السؤال تام وقد يكون السؤال ناقص. إذا كان السؤال تام يكون الرأيين مصرح بهم في السؤال. مثلا، هل المفاهيم الرياضية أصلها العقل أم التجربة حسية؟ يعني هنا السؤال في رأيين في موقفين في تيارين متعارضين. وقد يكون السؤال ناقص يوحي بذلك. مثلا يقول: هل المفاهيم الرياضية أصلها العقل فقط؟ يعني هنا السؤال بطريقة جدلية. في الطريقة الجدلية عز التلميذ 3 محطات يمر عليها التلميذ. أول حاجة طرح مشكلة، ثم بعدها محاولة حل مشكلة، والمحطة الثالثة حل مشكلة. في طرح المشكلة التلميذ راح يقدم 3 عناصر في طرح المشكلة يمر عليها. أول شيء تمهيد عام يتماشى موضوع السؤال ويكون من العامل الخاص، أو إحاطة بموضوع السؤال أو يضع تمهيد له علاقة بموضوع السؤال، زائد تعريف بموضوع السؤال. يعني التلميذ يمهد بصفة عامة ثم يعرف موضوع السؤال، يعني يعرف الرياضيات ولا يعرف الإحساس والإدراك ولا يعرف الفرضية أو يعرف اللغة والفكر، يعني حسب موضوع السؤال. بعد التمهيد العام عز التلميذ نذهب نحو المسار، يعني إبراز العناد الفكري الفلسفي، يعني الإشارة إلى تيارين إلى رأيين إلى موقفين متعارضين. يعني دائما التمهيد العام ثم المسار، يعني أين اختلف الفلاسفة المفكرين والعلماء، راهم اختلفوا حول مشكلة معينة مما أدى إلى ظهور رأيين أو تيارين أو موقفين متعارضين. بعد الإشارة إلى التيارين أو الموقفين إعادة طرح السؤال أو طرح الإشكال أو ضبط المشكلة من حيث الصيغة، إما بصيغة أو صيغتين. يعني التلميذ يعاود السؤال إما بصيغة إما بصيغتين بكلمة هل. يعني يبدأ بكلمة هل، مثل: هل المفاهيم الرياضية أصله عقلي أم تجريبي؟ والتلميذ يقول: هل المفاهيم الرياضية إبداع عقلي أم مستوحاة من العالم الخارجي؟ يعني التلميذ يعاود صيغة السؤال مرة أخرى أو يسمى بطرح الإشكال. بعد المقدمة عز التلميذ نذهب نحو محاولة حل المشكلة أو العرض أو التوسع. في محاولة حل المشكلة التلميذ أول حاجة عرض منطق الأطروحة أو عرض الموقف الأول. يعني كي نقول عرض منطق الأطروحة يعني هنتكلم عن الرأي الأول، عن الموقف الأول، عن الاتجاه الأول، عن النظرية الأولى بصفة عامة. أول شيء ضبط الموقف كفكرة. التلميذ يقدم يعني مدخل بصفة عامة للأطروحة أو الموقف، ثم ذكر فلاسفة يعني أنصار ودعاة، ثم بعدها التلميذ يقدم أدلة وبراهين قدمها فلاسفة هذه الأطروحة مع الاستئناس بأقوال فلسفية وأمثلة توضيحية. يعني أول حاجة في الموقف الأول التلميذ يضبط الموقف كفكرة بصفة عامة، ثم يذكر فلاسفة هذه الأطروحة، ثم بعدها يعني يذكر أدلة والبراهين والحجج، ثم بعدها ذكر أقوال فلسفية، الاستئناس بأقوال فلسفية وأمثلة توضيحية. بعد ما يكمل الموقف الأول عز التلميذ نذهب نحو المناقشة أو النقد. يعني راح نقدم نقد الأطروحة الأولى أو الموقف الأول. دائما في النقد عز التلميذ يمر بمرحلتين. أول مرحلة هي ذكر نقاط القوة ثم نقاط الضعف، يعني يتكلم على إيجابية الموقف بصفة عامة. لقد وفق أصحاب الأطروحة فيما ذهبوا إليه، أو نقول لا يمكن إنكار ما جاء به أصحاب الأطروحة، أو صحيح ما جاء به فلاسفة هذا الموقف. يعني بصفة عامة يعني نقيم الموقف، يعني نذكر إيجابياته، ثم بعدها يعني ذكر السلبيات، يعني نقاط الضعف أو العيوب يوقع في أصحاب الأطروحة تأسيسا للموقف الثاني. يعني كي ننقد الموقف الأول راني نأسس للموقف الثاني بطريقة غير مباشرة. يعني الموقف الأول ركز على جانب وأهمل جانب. اللي أهم الموقف الأول هو تأسيس الموقف الثاني. يعني في النقد نذكر نقاط القوة ثم نقاط الضعف، نذكر إيجابية الموقف بصفة عامة، ثم نقول ولكن طرحهم يبقى نسبي أو طرحهم مبالغ فيه لأنهم أهملوا أو تجاهلوا أو تغافلوا أو تناسوا. يعني نذكر العيوب ونذكر النقائص. كي نذكر النقائص يعني نمهد للموقف الثاني أو نمهد للموقف النقيض أو نمهد لعرض نقيض الأطروحة. بعد الموقف الأول عز التلميذ الموقف الثاني إذا كانت عرض من الأطروحة، الموقف الثاني يسمى عرض نقيض أطروحة، يعني نقيضه عكسه ضده. إذا كان الموقف الأول الرياضي أصله عقلي، الموقف الثاني أصلها حسي. إذا كان علاقة الإحساء بالدرك انفصال الموقف الأول، الموقف الثاني راه علاقة اتصال تكامل وجهي لعملة واحدة. إذا كان الموقف الأول علاقة الدال مدو علاقة طبيعية، الموقف الثاني راه علاقة ارتباط. يعني دائما الموقف الثاني يعني هو نقيض الأطروحة الأولى. كما الأول ضبط الموقف كفكرة،
ذكر الفلاسفة وأنصار الأطروحة، كذلك ذكر أدلة وبراهين وحجج، ثم الاستئناس بأقوال فلسفية مأثورة وأمثلة توضيحية. يعني التلميذ يقدم أقوال لفلاسفة لهذه الأطروحة، كذلك يذكر أمثلة توضيحية يعني من الواقع لكي يدعم به الطرح أو يدعم به الأطروحة. بعد الموقف الثاني عرضناه كموقف كفكرة، يعني بصفة عامة الفلاسفة والأدلة والبراهين والحجج والأقوال والأمثلة. نذهب كذلك نحو النقد، يعني في النقد التلميذ حتى الموقف الثاني لم يسلم من النقد، يعني كذلك له إيجابيات وعليه سلبيات، له نقاط قوة وله نقاط ضعف. نقاط القوة على التلميذ دائما كما الأول لقد وفق أصحاب الأطروحة، أو لا يمكن إنكار ما جاء الأطروحة أو حقا ما جاء به فلاسفة الأطروحة، ولكن طرحهم يبقى نسبي، يعني طرحهم مبالغ فيه، يعني طرحهم يعني لا ركزوا على جانب وأهملوا جانب. يعني عندما نقدم نقاط الضعف للموقف الثاني أو النقائص راني نتمهد لمرحلة ثالثة هي مرحلة التركيب. يعني الأول كي نقدتو أسس الموقف الثاني، والموقف الثاني كي نقدتو راني نأسس باللي نقدر نوفق ونألف بين موقفين أو بين رأيين متعارضين. يعني بعد النقد الأول والنقد الثاني كاينه محطة ثالثة في العرض وهي التركيب. هذا التلميذ كنقول التركيب يعني تهذيب التعارض، يعني الفصل في المشكلة. التلميذ هنا في التركيب يقدر يوفق، يألف بين طرحين أو بين أطروحتين أو بين رأيين متعارضين، يعني يكون وسطي، راح يألف بيناتهم، راح يوفق بيناتهم مع التبرير، يعني ذكر إيجابية الأول وإيجابيات الثاني. ويقدر التلميذ يقدر يغلب رأي على رأي، يعني رأيه الخاص التلميذ يقدر يغلب رأي على رأي ولكن مع التبرير، يعني يرجح الرأي الأول على الرأي الثاني والعكس صحيح. يعني التلميذ يقدر يركب ويقدر يغلب. هذا يقينا في السنة الثانية آداب وفلسفة والشعاب العلمية والتقنية كلها، إما التلميذ يركب وإما يغلب. يعني الشعاب العلمية والتقنية واللغات الأجنبية وشعبة الفنون السنة الثانية آداب وفلسفة. يعني عندي رأيين، عندي موقفين، ينوفق ينغلب، ينألف ونوفق بين الرأيين متعارضين، يا إما نغلب رأي على رأي، يعني نرجح الرأي الأول على الثاني والعكس صحيح مع التبرير. التلميذ يبرر بالأقوال الفلسفية وبالشرح. يقدر تلميذ يتجاوز رأي ثالث إن وجد، يعني خاصة شعبة آداب وفلسفة بكالوريا راه هذا العام كاين مواضيع، كاين أسئلة تلميذ في بعد ما يركب يقدر يتجاوز برأي ثالث، وهي 3 دروس موجودة طيلة العام الدراسي لشعبة آداب وفلسفة. الدرس الأول هو درس الأخلاق النظرية 4 كما كان في بكالوريا 2020 وباك 2025. الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية وكاين الاقتصاد الإسلامي. وفي الذاكرة تبع الذاكرة كاين النظرية المادية ونقيضها النظرية النفسية. النظرية المادية عكسها المعنوية الروحية. وهناك النظرية الاجتماعية، التلميذ يتجاوز بالنظرية الاجتماعية في درس إذا كان السؤال حول الطرح المادي والطرح النفسي في السؤال. التلميذ بعد ما يركب بين رأيين متعارضين يتجاوز برأي ثالث، يعني بالشرح والتوسع، وهم أصحاب النظرية الاجتماعية. يعني التلميذ عندنا نظريات يقدر التلميذ يتجاوز فيهم، مثل درس الذاكرة، طبيعة الذاكرة بين الطرح المادي والنفسي، الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية الاشتراكية، درس الأخلاق حول المصادر إذا كان السؤال مثلا القيمة الخلقية مصدر العقل أم اللذة والمنفعة. الموقف الأول النظرية العقلية، الموقف الثاني النظرية النفعية بزعامة أرسطو وأبيقور وغيرهم. وفي التركيب التلميذ راح يركب بين الرأيين، بين الأساسين، بين المصدرين، ويتجاوز بآراء أخرى بأن الأخلاق لها مصادر أخرى وهو المصدر الديني والمصدر الاجتماعي. يعني التلميذ في درس شعبة آداب وفلسفة بكالوريا يقدر يتجاوز بطرح ثالث إن وجد مع الشرح مع التبرير. بعد ما نركب نذهب نحو حل مشكلة وهي الخاتمة أو الخلاصة، الخروج بحل نهائي المشكلة المطروحة، يعني من جهة التلميذ يجاوب على السؤال المطروح، ثم كذلك مدى وضوح الحل، وكذلك مدى تناسق والانسجام المادة المعرفية من مقدمة عرض وخاتمة. يعني فن المقال نلقى انسجام ونلقى تناسق، المقدمة تخدم العرض والعرض يخدم الخاتمة، كاين مدى وضوح الحل يعني عدم الخروج لا كلي ولا جزئي، وكذلك مدى تناسق التلميذ يستخدم الروابط المنطقية واللغوية، وكذلك الكتاب بأسلوب رزين فلسفي يعني خالي من الأخطاء اللغوية، وكذلك سلامة اللغة، وفي الأخير أقوال فلسفية.